بنفكر في رمضان دلوقتي بيجي لذهننا على طول أطباق معينة منتشرة جدا ومرتبطة برمضان، زي الفول وزي العيش وزي التمر وزي مشروبات كتيرة. هل عمرك فكرت إن الحاجات دي ممكن يكون ليها علاقة بمصر القديمة؟ احنا النهاردة هنروح في رحلة عبر الزمن، هنرجع لمصر القديمة وهنشوف ايه العلاقة بين الحاجات اللي بنعملها في رمضان دلوقتي من أكل أساسي جدا في رمضان، والحاجات اللي كنا بنعملها زمان في مصر، وايه وجه التشابه وايه الاختلاف. من أهم الحاجات دلوقتي اللي بناكلها في رمضان هو الفول المدمس اللي دايما الناس بتاكله في السحور. طبعا ناهيك عن الفوائد الكتيرة بتاعة الفول المدمس، بس هل تعلم ان الفول المدمس ده موجود عندنا في مصر زمان من أيام المصريين القدماء اللي بنسميهم خطأ الفراعنة؟ الفول ده كان موجود وكان بيطهو بأشكال مختلفة، من أشهرها كانت بتتعمل في حاجات شبه الفخار كده وبتتسوى، وده كان بيبقى اسمه الفول المدمس زي ما احنا بنسميه دلوقتي. لو رجعنا شوية ورا لأيام المصريين القدماء وبصينا بصة كده على ايه الأكل اللي موجود عندنا في الرسومات على المقابر، هنلاقي معظم الحاجات ليها علاقة بالخضار والفواكه والبقوليات. يعني هنلاقي مثلا فول، هنلاقي عدس، هنلاقي ترمس، هنلاقي خضار كتير جدا، هنلاقي ملانة وهنلاقي خس وهنلاقي بصل أخضر وهنلاقي توم وهنلاقي جزر. هنلاقي فواكه بقى كتيرة جدا، والفواكه تطورت مع الوقت، بقى عندنا فواكه جديدة زي الحاجات اللي جابها لنا تحتمس التالت في الحملات اللي عملها في أماكن كتيرة. ممكن حد يسألني يقولي طب بخصوص البروتين الحيواني، هل كان عندنا في مصر بروتين حيواني ولا لأ؟ هقول لكم ان احنا طبعا اللحوم شفنا مناظر الذبح بتاعة الأبقار في كل المقابر تقريبا وفي كل المعابد، ومفيش مقبرة واحدة ما فيهاش على الأقل منظر واحد من مناظر الذبح. لكن إلى حد كبير المصريين كانوا إلى حد كبير فيجيتيريان، أو يعني بياكلوا أكتر الأكل النباتي سواء بقوليات أو خضار أو فواكه. كان في قلة شوية في اللحوم. اما بالنسبة للطيور فاحنا ما كناش معتمدين بشكل اساسي على الفراخ، وبرضو ما كناش بناكل طيور كتير. لكن ممكن اقول لكم ان احنا ابتدينا يبقى عندنا فراخ لما عمو تحتمس التالت جابها لنا في احدى الحملات بتاعته، وبقى عندنا الفراخ لاول مرة في مصر، ده في وقت متأخر من الدولة الحديثة. لكن قبل كده احنا عمرنا ما كنا فراخ، يعني لو بصيتوا في كل الرسومات مش هتلاقوا رسومات لفراخ ابدا في مصر. كان عندنا على طول بط ووز. وفي كان عندنا حاجة مهمة جدا بتحصل في مصر اللي هي موسم الهجرات بتاع الطيور. طبعا هجرات الطيور كانت بتعدي على مصر، فهم بيصطادوا طيور من أنواع مختلفة. كان عندهم نوع شكل لطيف كده من أشكال حفظ الطيور الموسمية. لو رحتوا في مجموعة يويا وتويا في المتحف المصري هتلاقوا حاجات كده شبه الزيار كبيرة شوية. دي كانت طريقة بتستخدم في حفظ الطعام، كأنه مثلا فريزر، ده قبل التلاجات ما تظهر حديثا. جداتنا الناس اللي مننا من الأرياف أو من قرى أو من حتت في الصعيد كده جوه الأرياف أو جوه الحتت اللي فيها زرع، هتلاقوا إن دايما كانوا بيخزنوا الأكل في أوضة كده تحت الأرض أو أوضة في الدور الأرضي. هتلاقوا درجة الحرارة رطبة وطول الوقت الجو ساقع هناك. ده نفس الطريقة اللي كانوا بيخزنوا بيها المصريين القدماء الطيور الموسمية. كانوا بيغسلوا الطيور كويس وينضفوها وكله يبقى تمام. كانوا بيجيبوا الزير الكبيرة دي، بعد ما ينضفوا الطيور يحطوها في الزير ويروحوا صابين عليها زبدة سايحة. طبعا أول ما الزبدة دي هتخش في مكان ويغطوها كويس، وكان بيبقى فيه زي ألواح كده مكتوب عليها اسم الطيور اللي موجودة والتاريخ وعدد الطيور. وده كان مهم جدا بالنسبة للخدم عشان يعرفوها، هنبقى نتكلم عنها مرة بالتفصيل. المهم بعد ما بيحطوا الحاجة دي في المكان اللي هو تحت الأرض، بدروم أو أوضة في الدور الأرضي، طبعا بسبب الرطوبة العالية ودرجة الحرارة المنخفضة الموضوع بيخلي الزبدة تتجمد، وده بيحافظ على الطيور لغاية الموسم اللي بعده. فكل ما تحب تطلع طيور من اللي موجودة في الزير الكبيرة دي، بتسيح الزبدة وبتطلع الطير اللي انت عايزه وترجع تحطها تاني في مكانها. اما طيور زي ما قلت لكم اللي هي الفراخ دي كانت حديثة جدا في مصر وما كانتش موجودة بكثرة، وابتدت تنتشر عندنا في اواخر الدولة الحديثة لما جابها تحتمس الثالث. قبل كده ما كانش عندنا خالص طيور، فيما عدا ذلك هتلاقوا اشكال طيور مختلفة تماما. جنبا الى جنب او مع الطيور المهاجرة ومع اللحوم بتاعة الابقار والمواشي ومع البقول ومع الخضار والفواكه، هتلاقوا انتشار كبير جدا لأي حتة فيها حيطة مصرية قديمة مرسوم عليها أنواع كتيرة جدا من الأسماك. وده كان البروتين الأساسي بتاعنا. يعني جنب البروتين النباتي كان عندنا البروتين بتاع السمك. عشان كده هتلاقوا ان صحة المصريين القدماء كانت كويسة جدا إلى حد كبير، ما كانش بيجيلهم أمراض كتيرة. كانوا بيعيشوا أعمار ما كانتش كبيرة قوي، بس كانوا بيعيشوا بدون أمراض إلى حد كبير.
المناخ العام لمصر اختلف كتير عن زمان، ففي حاجات ما بقاش مناسب ليها المناخ بتاعنا دلوقتي ما بقتش موجودة. لكن لو دخلتوا اي مقبرة من المقابر اللي في سقارة هتلاقوا اشكال كتيرة جدا من السمك اللي معظمه مش موجود دلوقتي، وفي منه اسماك لسه بنستخدمها دلوقتي زي الاسماك النيلية البلطي، وزي السمك القراميط وقشر بياض. هتلاقوا انواع كتيرة جدا احنا لسه بناكلها لغاية دلوقتي، وده كان حاجة مهمة جدا من الاكل اللي كانوا بياكلوه زمان. تاني حاجة كانت مهمة جدا وأساسية عندنا في الأكل، وهي دلوقتي مهمة وأساسية عندنا جدا في مصر، هي العيش. لو سافرتوا بلاد كتيرة مختلفة هتلاقوا إن في بلاد أصلا ما عندهاش كونسبت العيش ده، يعني مفيش حاجة اسمها عيش في الأكل. لكن احنا عندنا في مصر أيا كان مستواك لازم يبقى عندك عيش في كل وجبة بتاكله. أي نوع بقى من أنواع العيش، انت بتخبز في البيت عيش شمسي، انت بتشتري عيش بنسميه عيش مصري من بره، انت حتى بتاكل عيش فينو، او اي نوع من انواع الخبز اللي موجودة، عيش سوري عيش شامي ايا كان، بس لازم يكون في عيش موجود. طبعا في انواع مستحدثة عندنا زي العيش الشامي، بس احنا كان عندنا زمان 40 نوع مختلف من العيش. عيش كان بيتعمل من القمح، عيش كان بيتعمل من الشعير، وعيش كان بيتعمل من اللوتس، وحاجات بقى كتيرة بتتحشي جوه العيش اللي كانوا بيعملوا المصريين القدماء. ولو رحتوا في المتحف الحضارة في فيترين كده مليانة أنواع مختلفة من العيش زي العيش الشمسي وزي العيش المصري، وحاجات شبه العيش الفينو كانوا بياخدوها معاهم في البيكنيكس أو الحاجات اللي بيطلعوها في الصحراء زي كامبينج والحاجات دي. بعد الأكل هننتقل لمرحلة المشروبات الرمضانية. المشروبات الرمضانية دي حابة أبشركم إنها مش موجودة في حتة تاني. يعني أنا مثلا زي الأيام دي بالظبط كنت موجودة في تركيا، ما كانش فيه أي مظهر من مظاهر رمضان عندنا في مصر. يعني مفيش موائد رحمن، مفيش حد بتاع عصير بيبيع الأربع أنواع العصير دول اللي خاصين برمضان. مفيش أي حاجة. الكلام ده موجود عندنا في مصر، ولو اتنقل لبعض الدول العربية فهو اتاخد من مصريين نقلوه للبلاد دي. بس ما فيش بلد عربي او بلد اسلامي عنده نفس طقوس والاكلات اللي احنا بناكلها في رمضان او المشروبات اللي بنشربها في رمضان. لو انت مثلا بتحب الخروب والتمر هندي وبتحب الكركديه او بتحب العرق سوس، فدي حاجات مصرية أصيلة، دي حاجات كانت موجودة عندنا زمان في مصر والمصريين كانوا بيشربوها لأسباب مختلفة. الكركديه زي ما احنا بنعمله دلوقتي كان بيتشرب ساقع وسخن عشان ليه فوائد صحية في رفع الضغط وتنزيل الضغط العالي. العرقسوس طبعا كانوا بيستخدموه في استخدامات كتيرة طبية، وكان بالنسبة لهم مشروب مرطب. يعني معرفش ازاي العرقسوس بس خلينا يعني ناهيك عن النقطة بتاعة العرقسوس دي. طبعا الخروب والتمر هندي والحاجات دي لقيناها مرسومة بكثرة جدا على المقابر، ودي حاجات مصرية أصيلة كانت موجودة عندنا زمان ولسه موجودة دلوقتي. فلو انت صايم أكيد بتجيب إزازة عصير وانت طالع البيت. يعني لو انت ما فرفور بس شوية ممكن تجيب مثلا عصير برتقال. لو احنا في عز الصيف هتلاقي بقى برضو ازايز من المانجا. بس الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي هي المشروبات الأساسية اللي كل الناس بتشربها في رمضان. زي ما الرسول كمان أوصى المسلمين إن هم يكسروا صيامهم بالتمر، برضو التمر كان من الحاجات اللي كانت موجودة عندنا في مصر القديمة. المصريين كانوا بيستخدموها في حاجات كتير. يعني كان في أنواع من الكعك أو يعني المخبوزات اللي بيحطوا فيها بيحشوها بالعجوة. وكان بيستخدم كحاجة بتدي طاقة عالية. طبعا احنا عارفين ان البلح فيه سكر عالي جدا. انا كنت معاكم كاترين مرشدة سياحية بالعربي، والسنة دي بحاول اربط بين محتوى الشهر الكريم وشهر الصيام اللي الناس كلها بتصومه في رمضان والحاجات المرتبطة بمصر القديمة، عشان نحاول نشوف ان احنا في مصر مختلفين تماما. لان كل الطقوس اللي عندنا في رمضان دي طقوس مصرية صرف، هي طقوس غير دينية، هي طقوس ما جاتش مع الديانة. لان كل حاجة جت مصر وصلت عندنا مصر خدت طابع مصري أصيل، حتى الديانات حتى الطقوس اللي احنا بنمارسها وإن كان ليها بعد ديني، لكن البعد التراثي هو جاي من مصر بس. فلما تروح أي بلد تدين بنفس الديانة مش هتلاقي نفس الطقوس، لأن دي حاجات مصرية. أحب أسمع منكم إيه الأكلات اللي ما تعرفوش إن هي ليها علاقة بمصر القديمة، أو إيه الحاجات اللي أنا ما قلتهاش ليها علاقة بمصر القديمة. تحبوا موضوعنا المرة الجاية يبقى عن رمضان ومصر القديمة علاقتهم ببعض في موضوع إيه؟ ياريت تكتبولي في التعليقات. شكرا جدا ليكم.